السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه جدا جدا، مختلفه مميزه. زي ما انتم شايفين كده هنعمل جمبري بطريقه ان شاء الله هتعجبك. ما تنسوش بس لاول مره يشوفني انا نورا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وترفعوا الفيديو بلايك. اول حاجه هنعملها، هنجيب طبعا الجمبري او اي حجم انت عايزاه. هتبداي بس الاول تغسليه كويس جدا وتصفيه وتفتحيه كده من الظهر وتشيلي الكيس الرمل اللي بيبقى في الظهر ده. احنا بنشيله علشان طبعا لو دخل في الاكل هيبقى مش حلو خالص. وبفتحه كمان من الظهر عشان انا هعمل له حته تتبيله لما تجربيها ان شاء الله مش هتعملي غيرها. ونعمل وصفته لازم نعملها ان شاء الله على اكمل وجه. زي ما انتم شايفين كده ده الكيس الرملي بتاعه، طبعا لازم يتشال خالص خالص. انا بوريكم كده بالظبط. بفتحه كده من الظهر، ممكن طبعا تفتحيه بسكينه يعني كده بنيجي من الراس ونقوم فاتحينه كده من ظهره كده ونشيل الكيس ده. بنعمل كده بقى في باقي الكميه كلها. هنحضر بقى التتبيله اللي لما تعمليها ان شاء الله هتعجبك جدا. هنجيب توم، وهنجيب هريسه الشطه، طبعا اي كميه بتحبيها يعني. هنجيب بقى شويه ملح، شويه كمون، حوالي معلقه صغيره كده من كل حاجه، كزبره. تتبيله السمك زي تتبيله السمك بالظبط. شويه فلفل اسمر صغيرين جدا، وهنحط بقى عصير ليمونتين، اعصري كده ليمونتين. هنبدأ بقى نقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض زي ما انتم شايفين. وهنحط شوية خل، حوالي معلقتين كده من الخل وبرده معلقتين من الزيت. نقلب بقى التتبيلة الحلوة جدا دي مع بعض وننزل بالجمبري. هنتبلها قد ايه؟ طبعا حسب ما انت عايزه، يعني ممكن نص ساعة ساعة. انا حطيتها حوالي ساعتين 3 في التتبيلة دي علشان تشرب كل النكهات اللي انا حطيتها. طبعا عايزه تستغني عن هريسه الشطه براحتك، بس هي بتديها طعم حلو جدا. قلبت بقى كويس جدا الجمبري كده مع بعض زي ما انتم شايفين. نبدأ بقى نحضر طاسة على النار ونحط عليها زبدة وزيت او اي مادة دهنية عندك. هنحط شرايح من البصل، تشويحة كده بسيطة يا دوبك بس يدبل. وننزل بقى بفلفل رومي، فلفل شطة. انا حطيت طبعا الاتنين، عايزة تحطي فلفل الوان اللي انت عايزاه. انا طبعا عايزاها سبايسي اكتر وطعمها يعني مشطشط اكتر، فحطيت فلفل شطه. هننزل بقى بمكعبات من الطماطم برضو، كل ده كده يعني حوالي تقليبه يعني على طول بقلب كده. وبعدين ننزل بالجمبري. شايفين قد ايه بقى شكله حلو. وعايزه اقول لكم ان كل اللي ده من الجمبري احلى من بره مليون مره. يا دوبك بس كده ياخد صدمه من الجنب ده، اقلبه على الجنب التاني. هننزل بقى بمعلقتين من الصلصة او عصير طماطم، او عايزة تستغني عن الخطوة دي خالص ما تحطيش، يعني ده براحتك خالص. انا حابة بس احط كده معلقتين من صلصة طماطم، عصير طماطم يعني بس متسبك. هننزل بقى بشوية مية صغيرين جدا، مش هغطي الجمبري بالمية، بس انا عايزة فيها صوص يا دوبك غلوة. وبعدين هوطي النار عليها حوالي 10 دقايق ربع ساعة بالكتير. ما تزوديش على الجمبري علشان ما يعضش كده ويشد، يبقى طعمه مش حلو خالص. كده خلاص الجمبري عندي خلص. شايفين شكله عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم ان طعمه والله العظيم رهيب. ودي كانت نهايه الوصفه، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.